سلام البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم ان شاء الله كسكس مرقه حمراء، ولكن انا اليوم جيتكم بالكسكس القبائلي، صدقوني بنه يا البنات. اذا تابعوا معايا الفيديو للاخير باه تشوفوا طريقه التحضير. لكن قبل ما نبداو صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. فضلا وليس امرا جاء بارطاج واشتراك في القناه ليصلك كل جديد. اذا نبداو في طريقه التحضير باذن الله. كما رانا نشوفوا هنايا انا درت اللحم ودرت الدجاج، يعني خلطتها ما بين زوج. نتوما لكم الاختيار، تحبوا ديروا اللحم وحده تحبوا ديروا الدجاج وحده، واش تحبوا. هنايا بعد ما قليتها مليح فيك الزيت، نزيد البصل مسكرفج، مع العلم اني زدت حبه صغيره واحده اخرى، نخليهم يتقلاو مليح مع بعض. هنا بعد ما تقلنا هذاك البصل تاعنا مليح، نزيد حبه طوماطيش مسكرفجه. هنا تزيدوا من الافضل انكم تزيدوا مغرفه طوماطيش مصبره، بالنسبه لي انا اذا لاحظتوني ما نستعملهاش في الاطباق تاعي بزاف. خلوهم يتقلاو شويه. نزيد التوابل تاعنا، هنايا عندنا فلفل عكري، نزيدو كمون، راس الحانوت، الملح اكيد اللي ما نقدرش نستغناو عليه. نخلوهم يتقلاو شويه. هنا دائما كي ندير توابل ندير موراهم شويه برك ما باش ما يتحرقوناش هذوك لي زيبيس تاعنا ويطلقونا مروريه. بعد ما يتقلاو لنا شويه نزيد هنايا زروديه كنت مقطعتها بالطريقه هذه طوليا، نزيد اللفت. هنا بامكانكم تزيدوا شويه حميصه، انا ما درتهاش. زيدوا رشه معدنوس ونمرق بالماء سخون اكيد. بالنسبه للوبيا مونجتو، هنايا تحبوا تغليوها تحبوا تفوروها كيما حبيتوا، لكن من الاحسن انكم تفوروها باش تحافظ على القيمه الغذائيه تاعها. انا اكيد ندير لها شويه ملح من الفوق. انا عندي الكسكسه هذه صغيره تدخل في لاكوكوط، يعني باه نربح شويه وقت. هنا نغلق عليهم ونخليهم يطيبوا. هنايا بعد ما طابت لي اللوبيا، برسك طابت اللوبيا مازال شويه برك وطيب، نحي اللحم تاعنا كيما راكم تشوفوا. انا بعد ما نحيت اللحم نزيد اللوبيا، نزيد الكورجيت كنت مقطعتها بالطريقه هذه. هنا نزيد نغلق عليهم ونخليهم يطيبوا. بعد ما طابت لي الخضره تاعنا، هنايا المرقه تاعنا راهي واجده باذن الله. اذا نروحوا لطريقه تحضير الكسكس تاعنا او البربوشه او طعم كل واحد كيفاش يسميه. اذا هنا عندي كميه من الكسكس رقيق كامل. هنا انا نغسلو ونصفيه من الماء ذاك الزياده اللي فيه ونرجع لكم. هنا بعد ما غسلته نفرغه في حاجه واسعه، نخليه ينشف من ذاك الماء اللي فيه مليح. هنا بعد ما نشف لنا كيما راكم تشوفوا نعمرو في الكسكاس ونديرو يتفور. اكيد كامل تعرفوا تفوروا. هنا قبل ما نديرو يتفور نمسحو من التحت كيما راكم تشوفوا. هنا كان عندي لافابير يخرج لي من الجوانب. هنايا تدبيره بابي الومنيوم، ديروا بالطريقه هذه وانتم هانيين، ها راح يتفور لكم ثم ثم. هنا بعد ما تفور لنا
نفرغه في القصعة تاعي ونبدا نرشلو هكذا بالماء شويه شويه باش نفرغلو الماء حتى يتعجن لنا كاع شويه شويه حتى نحبو نحسو الحبه تاع الطعام تاعنا كشغل تشمخت ما بقاتش حرشه. كيما راكم تشوفوا رشوا شويه شويه. بالنسبه لي انا هي نحبس الماء طالما حسيت الحبه تاع الطعام تاعي كشغل تشمخت. كيما رانا نشوفوا انا نخليه يتشرب الماء تاعو مليح. انا بعد ما تشرب الماء ندير له الملح شويه زيت زيتون ونخلط. هنا لكم الاختيار تحبوا ديروا زبده تحبوا ديروا سمن زيت نورمال نتوما واش حبيتو. هنايا بعد ما درت لوك الملح والزيت نعاود نديرو يتفور. انا بعد ما تفور التفويره الدوزيام نفرغو نزيد هنايا نديرلو زيت زيتون. الكسكسو تاعنا راهو حاضر نخلطو مليح وراهو واجد. اذا عجبتكم وصفه لنهار اليوم ان شاء الله ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجوا اشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. ان شاء الله تعاودوا تجربوا الوصفه هذه تعاودوا ترجعوا الفيديو هذا تكتبوا لي في التعليقات لتحت ان شاء الله.